في أوقات كتير بنبقى قاعدين وسط اليوم، شكلياً موجودين، لكن عقلنا سرح وراح لمكان تاني خالص. اللي بيحصل ده اسمه أحلام اليقظة. وصدقني كلنا تقريباً بنعيشها. يمكن أنت نفسك بتعمل كده كل يوم من غير ما تاخد بالك. خليني أديك مثال واقعي. تخيل معايا بنت في أوائل العشرينات بتشتغل في مكتب طول اليوم. المدير ضاغط عليها والزحمة بتخليها توصل البيت وهي منهكة. أول ما تقعد على المكتب في الشغل وتبدأ تكتب إيميل، فجأة تلاقي عقلها طار. راحت بعقلها لمكان تاني خالص، قاعدة في مدينة ساحلية هادية، صوت الموج جنبها وهي بتشتغل من لابتوب بسلام. مفيش توتر، مفيش زعيق، هي هناك عايشة النسخة اللي بتحلم بيها. الخيال ده مش مجرد فيلم عقلها اخترعه، ده استراحة نفسية، كأن عقلها بيقول لها خدي نفس، لسه في أمل تعيشي حاجة أهدى من كده. ومثال تاني، شاب بيركب ميكروباص أو مترو، الزحمة خانقة لدرجة إنه مش قادر يتنفس، بيحط سماعاته ويشغل أغنية بيحبها. بدل ما يعيش اللحظة الصعبة، عقله يبدأ يرسم مشهد مختلف، يلاقي نفسه سايق عربيته والشارع فاضي. هو في الحقيقة مضغوط في الزحمة، بس عقله سمح له يعيش 10 دقايق هدوء. وفي الدراسة كمان الطلبة قبل الامتحان بيبقى فيه توتر رهيب. بدل ما يذاكروا ممكن يسرحوا ويتخيلوا إنهم خلصوا امتحانات وبيسافروا مع أصحابهم رحلة طويلة. اللحظة دي بتديهم إحساس مؤقت بالراحة، كأنهم هربوا من القلق اللي بيخنقهم. وأنا هنا عايزك تعمل حاجة. قبل ما نكمل القصة، اعمل سبسكرايب للقناة دلوقتي واضغط لايك، واكتب لي في الكومنت إيه أكتر موقف بتسرح فيه وتروح بعقلك بعيد. نكمل. أحلام اليقظة هنا ليها وجهين. وجه إيجابي، بتديك استراحة، بتساعدك تحلم، ساعات بتشعل جواك دافع تتحرك، زي اللي بيتخيل نفسه ناجح في شغله فيبدأ فعلا يحط خطة لتحقيق ده، حتى لو خطوة بسيطة جدا. ووجه سلبي، لما تسرح بالساعات وتضيع وقتك أو تعيش في قصة خيالية عن علاقة مثالية بدل ما تواجه علاقتك الواقعية اللي مش صحية. هنا الخيال بيتحول من وسادة مريحة لفخ. الموضوع نفسي جدا، عقلنا بيعمل كده لأنه مش قادر يتحمل الضغط المستمر، بيخلق لك عالم بديل ترتاح فيه مؤقتا، وده طبيعي. بس الخطر لما العالم البديل يبقى أحلى من الواقع لدرجة إنك ترفض تواجه الحقيقة. خليني أشاركك حاجة حقيقية. في واحدة قالت لي أنا بقعد أعيش سيناريوهات رومانسية في عقلي عن شخص ما بيحبنيش أصلا. ساعات الموضوع بياخد ساعات من وقتي وبحس إني بضيع وقتي وبضيع نفسي، لكن في اللحظة دي بكون مبسوطة وكأني فعلا عايشة القصة. الكلام ده لمسني جدا، لأنه بيوري قد إيه أحلام اليقظة ساعات بتكون علاج مؤقت للوجع. لازم نوازن. مفيش مشكلة تحلم، بالعكس ده جزء من طبيعتنا كبشر، لكن الأهم إنك تسأل نفسك، هل أنا برجع من أحلامي أعمل خطوة صغيرة تخليها حقيقة، ولا أنا بهرب وخلاص؟ ولو عايز نصايح عملية تستفيد منها بأحلام اليقظة، ركز في ال3 حاجات دول. حاول تكون أحلامك مرتبطة بهدف، يعني لما تسرح وتتخيل نفسك ناجح، اكتب خطوة صغيرة تحقق بيها ده، حتى لو خطوة بسيطة جدا. قلل الوقت اللي بيضيع. لو لقيت نفسك قاعد ساعة كاملة في عقلك، جرب تاخد بريك وتعمل نشاط حقيقي، حتى لو فنجان قهوة أو مكالمة مع صديق. غير لغة الحوار مع نفسك، بدل ما تقول أنا بهرب، قول أنا محتاج استراحة. الاستراحة دي تبقى مقصودة ومفيدة، مش مجرد ضياع وقت. فكر فيها كده، أحلام اليقظة زي فيلم بتتفرج عليه في عقلك. الفيلم ممتع، لكن عمرك ما هتعيش قصة الفيلم
لو ما خرجتش تتحرك في حياتك الواقعية. وفي الآخر قول لي بقى، أنت نفسك بتعيش أحلام يقظة كتير؟ بتحس إنها بتساعدك ولا بتعطلك؟ ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك، واكتب لي رأيك في الكومنتس. وكالعادة اعمل شير للفيديو ومنشن صاحبك اللي دايما يقول أنا عايش في عقلي أكتر من الواقع.